في هذا الفيديو سويت لكم تجميع لكل لانشر جديد وحل مشاكله، وكمان ضفت اشياء اخرى في الفيديو، فكمل الفيديو حتى الاخير عشان تحل كل مشاكلك في اللانشر الجديد. وبس يلا بينا نبلش في الفيديو. واليوم يا اخوة رجعت لكم فيديو جديد، وهو عن شرح عن تطبيق افضل من بوجا فلاشر ب100,000 ضعف مرة. حرفيا يجيب لك FPS عالية بشكل مش طبيعي الصراحة، ويشبه بوجا فلاشر كثير حرفيا. واليوم راح نسوي لكم شرح عن ايه مدقق. وبس يلا نبدأ في المقطع. ليتس جو. طبعا يا اخوان نسبة كبيرة منكم مش مشتركين، فريت تضغطوا زر اللايك واشتراك في القناة. الاشتراك جدا يهمني ويفيدني مرة كثير، وفعل الجرس كمان في طريقك. يلا كمل المقطع. وطبعا يا اخوان كذا دخلنا للتطبيق، وهذه هي واجهة التطبيق يا اخوان، جدا سهلة ومفيدة حرفيا. وذي تخصص التحكم، اضغط عليها، واذا حبيت تضيف تحكم يعني تقدر تضيف تعبوجة في لانشر حرفيا ايزي. وكذا راح نشرح لكم كيف تركب الفورد. من هون اضغط على اصدار جديد، وهذا محملهم انا من قبل يعني عشان كنت العب، او محملهم من زمان. تمام. هون اضغط اصدار اللي تبيه، مثل اصدار ذا 1.21.3. وهون المفروض تنزل الاصدار الاساسي وبعدين ننزل الفورج او الفابريك. تمام. كذا لازم تنزل اصدار الفورج، بعدين هذا كل اصدارات بيتا الالفا، اي اصدار حرفيا. وين هون تقدر تنزل مودات. يب تقدر تنزل مودات حرفيا، ما فيش من اسهل ذي. شوفوا كيف، وربي ايزي، وربي كل شيء باللغة العربية حرفيا. لو كنت بتعرف لقد تكون ايزي، تدخل تفهم كل شيء حرفيا. من هون تقدر تنزل مودات، اول خانة تقدر تنزل مودات. يب من ثاني شوفوا من ذا تقدر تنزل الريسوس باكات. يب الريسوس باكات. من هون تنزل عوالم، شوفوا كيف، وربي ايشي. ومن هون تنزل الشادر. يب الشادر. وهون قال لي فشل لاني ما مشعل النت. تمام يا اخوان. وهون اضغط على اختيار اصدار. تمام. راح اختار اي اصدار من هون، مثل 1.21.20.3. تمام. اضغط اوكي، بعدين روح اضغط الفورج مثلا، او اختار الفورج. تمام. نضغط الفورج او الفابريك. بوم، ذي كل المودات يا اخوان. والله اشي مرة سهل وفخم حرفيا. من هون تقدر تنزل مود، مثل اضغط على ذا، بعدين اضغط على اول هذا، بعدين اضغط هون، بعدين نزل ذا. مو من هون راح ننزل الخريطة. يب من هون واضغط تنزيل ايزي. شوفوا كيف. من هون اضغط على تحت وتحت، تشوف كيف تنزل العوالم او اي شي حرفيا، مثل ما وريتكم كيف تنزلوا العوالم. ومن هون سوي ذا العرض الاول، وبعدين من تحت سوي الدقة خليها على 100. اذا كان جهازك ضعيف نقصها، فانا انصحك تخليها على 100 افضل شي. من هون ما تسوي ولا شي. بعدين روح لثاني حاجة، اعدادات التحكم. ومن هون سوي ذا اتجاه الازرار سويها 120. ومن حجم الماوس خليها 25 اذا تقدر تشوف يعني. تمام يا اخوان. وكذا نروح اعدادات اللعبة، ما تسوي ولا شيء هون، فقط شوف الفريمات حقك او التحكم الذاكرة. راح اخليكم هون كيف تخلي الذاكرة تبعك. والمشغل هون ما تسوي ولا شيء. كذا انهينا. وراح ندخل العالم يا اخوان. اضغط ابدأ اللعب، وراح ندخل العالم. فقط من هون وادخل العالم يا حبيبي. كذا ذي واجهة التطبيق، يعني يشبه بوجا فلانشر مرة كثير حرفيا. وكذا يا اخوان دخلنا الى التطبيق، وهذا كل المودات اللي انا مركبها. مركب ريبلاي، مركب كثير مودات اخرى، يعني هو يشبه بوجا فلانشر بشكل مرة كبير حرفيا. نسخة منه بس افضل منه ب100 ضعف مرة حرفيا. من هون ندخل العالم، انا مسوي عالم من قبل، فندخل العالم. بوم، وننتظر حتى ندخل العالم. والله اشي مرة فخم حرفيا. وكذا يا اخوان دخلنا العالم. يب شوفوا كيف، والله بوجا فلانشر انا من ناسخ التحكم تبع بوجا فلانشر عندي. والله اشي مرة فخم وحلو لا يصدق حرفيا. اشي مرة فخم ذا التطبيق. شوفوا كيف الفريمات، مع اني منزل اصدار قديم، بس يعني هاتفي ضعيف بشكل مش طبيعي، بس اقدر انزل 1.16 ويكون اف بي اس عالي كمان. فهذا اشي مرة اسطوري. اذا بدكم شرح مفصل اكتبوا لي في التعليقات.
طبعا اول طريقة اللي قاعدة تجيني كيف اسجل الحساب في التطبيق. يا اخوان اضغط على رأس ستيف ذا، تشوفون ذا رأس ستيف، اضغط عليه ايزي وراح تجي حسابات. اذا عندك حساب في ماينكرافت اضغط عليه، اذا ما عندك حساب سوي حساب في وضع عدم الاتصال، يعني حساب في عدم الاتصال اضغط عليه، يعني هذا في حسب الاتصال، يعني هذا فقط تلعب فيه. عارف كيف؟ مثلا يا اخوان راح اسميه اش او واضغط تسجيل دخول. يا اخوان مثلا راح نسميه اش مثل ما قلت لكم، وبعدين اضغط تسجيل دخول، اضغط على الحساب ايزي كذا سجلنا حساب. يا اخوان حاجة سهلة مش طبيعية. انا راح احذف حساب لاني ما احتاجه. وفي اشياء اخرى كيف انزل مودات. يا اخوان انا دائما اوريكم كيف تنزل المودات. اضغط على كذا بنتظر حتى يحمل شوي يعني، بعدين اختار المود اللي تريده. مثل انا اختار 1.12 لاني استعمل 1.12. عارف كيف؟ تم اضغط عليه، اضغط اول نسخة تجريبية الاولى، وبعدين اضغط تأكيد وانتظر المود حتى يتنزل. راح يدخل في المودات على طول، انت ادخل فقط العب. ويا اخوان تجيني راسل اخرى كيف زي مثلا راح مود الخريطة مثلا اخرى عندما تنزل مودات تجيك ما يشتغل، يعني ما يشتغل المود. يا اخوان نزل مودات المساعدة. دقيقة بس اوريكم في مود الخريطة هذا. اضغط هذا المود المساعد، اضغط عليه نزله وبعدين نزل المود الخريطة عشان تمشي معاك. يعني هذا مود تساعد بس لازم تنزله عشان يشتغل معاك المود، ما تطلع لك ذي الصورة. يعني مثلا راح اوريكم في ذي الصورة. تمام يا اخوان. ومثل المود باكيت كمان اضغط عليه وحمله ايزي، بعدين راح ادخل في ذي الاصدارات وايزي راح تجي المود باك. يعني حاجة سهلة ما فيش اسهل منها يا اخوان. والمود باكيت اي شيء هنا حرفيا. طبعا يا اخوان راح نبدأ بأول طريقة وهي كيف تركب سكنك. جيب 2 من سكناتك. هذا هو التطبيق، هذا هو المود راح اخلي لكم اياه في البايو قناة حقي. فقط انسخ سكنك وسميهم، بدلهم الاسم، اضغط على اعادة تسمية وسميهم. واحد سميه اليكس واحد سميه ستيف، يعني سميهم مثل ما تريد، بس لازم يكونوا اليكس وستيف. عارف كيف؟ اكتبوا مثل ما انا مكتوب. اوكي راح نكتب ستيف الان. راح اسمي واحد ستيف واحد اليكس، فاهمين يا اخوان؟ راح نسمي واحد اليكس واحد ستيف. تمام انهينا. ونروح نسميه الاخر اليكس. تمام اعادة التسمية وانزع كل ذا. يا اخوان ركزوا جيدا يا اخوان، لا تقول لي تغلط وبعدين تيجي وتسبني في التعليقات. سوي مثل ما انا اريد. تمام وبعدين انسخهم كليهم، سوي لهم نسخ وادخل على التطبيق ذا. اضغط 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 بعدين اضغط تحميل، وكذا تم اضافة الترجيع بنجاح. بعدين اخرج وروح اضغط عليه ضغطة مطولة وسوي له نسخ او قص مثل ما تريد. واذهب الى ذا اندرويد مدى داتا وتنزل الى التطبيق ذا. تمام ها هو يا اخوان. ركز كذا جيدا، اضغط على تحت فايلز، بضغط على ماينكرافت، بعدين لا تضغط هون، نزل تحت واضغط على الاخيرة وبعدين اضغط على فورج، بعدين نزل وبعدين اضغط هون فور ريسوس باك، وبعدين سوي له كوبي، وبعدين سوي له استخراج. هنا انا مسوي له استخراج علشان كيف راح يقول لي اعادة التسمية. تمام استخراج انا مسويه من قبل، يعني عارف كيف؟ تمام وكذا انهينا. اذا بدك تحذف ذا احذفه، ذا ما نحتاجه. تمام اذا بدك احذفه. كذا انهينا تعب سكن. واذا بدكم تركبوا مودات خارجية مش من التطبيق، تركبوا مودات خارجية مثل ذا مود الخريطة، سوي له قص او نسخ. بعدين اذا مثل ما سوينا في الاول، عارف كيف؟ ادخل على التطبيق بعدين نسوي ذا ماينكرافت، بعدين نزل لتحت، بعدين اضغط فور، بعدين نزل الى مودز وبعدين سوي له كوبي. تم يا اخوان. وكذا تقدر تنتقل اي مود ريسوس باك اي شيء مثل ما وريتكم، يعني ننتقل للعبة. يا اخوان اول شيء راح نحله هو ليش اللعبة تخرجك. يا اخوان شوفوا هذا المخطط، راح اترك لكم مخطط هون عن كم رامات تحتاج عشان تشغل مودات او العوالم، يعني عارف كيف؟ واذا قلتوا لي ما تقدر تنزل، فوت نزل الاصدار الاساسي يعني، وبعدين نزل الفابريك او المود، يعني لازم تفوت تنزل اساسي، ومن هون تقدر تنزل مودات. المودات ما تسوي لهم ولا شيء، فقط تسوي لهم تنزيل مثل ذا. راح اسوي ذا المود وانزله. تمام بعدين اختار اصدار. تمام يا اخوان راح انزله ذا،
وبعدين نسوي له الفوق، نسوي تأكيد كذا راح يتنزل، راح يدخل ديركت على المود، راح يروح وحده على المود. يعني عارف كيف؟ ما تسوي انت ولا شي، فقط تنزل المود او اي مود، ريسوس باك، اي شي حرفيا تريده نزله عادي. يعني عارف كيف؟ وكذا دخلنا يا اخوان الى العالم، وراح نوريكم ذا مود الخريطة. هذا الام، سوي ام وراح يجيك مود الخريطة. سوي ام، ذا الام اللي من فوق سويه واضغط عليه. انا ما مبين الخريطة، تمام يا اخوان؟ شفتون؟ لا اشي مرتب حرفيا، اشي مرة اسطوري. شوفوا كيف مود الخريطة بكامل حرفيا، ربي اشي مرة اسطوري. وذا مود ذا اللي يوريك كيف تصنع الايتيمات، هو هون يا اخوان، ربي اشي مرة خرافي. راح نوريكم كيف تنزع، كيف الريسباك، تركب ريسباك. اضغط هون على ريسباك وركب سكنك. انا مركبه من قبل يا اخوان، فانت ركب سكنك، راح تجده هون واضغط عليه. ومن هون كيف تنزع اللاج، اول شي اضغط هون راح تجدها اون، سويها اوف. ومن هون خليها فاست، من هون سوي لهم اوف. اذا ضغطت عليهم سوي اوف. من هون سوي 2 ريندر، ومن هون سوي يود كذا. بيس، انهيت. بس يا اخوان ده كل كان شيء. اذا وجدتكم مشكل اخرى اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله راح اجد له حل اخر، او اوصف لكم كل شيء حرفيا فيديو اخر اتعمق كثير في الموضوع وابحث عنه جيدا يا اخوان. يعني يا اخوان راح اسوي لكم شرح جدا سريع على كل شيء سوينا في الفيديو. اول شيء ضغط على راس ستيف ذا عشان تسجل دخول، يعني سوي حساب في عدم الاتصال، اضغط عليه على ذي على حساب عدم الاتصال. بعدين سمي اي اسم يا اخوان، راح اسميه شش او رر ما ادري ايش اسمي. المهم واذا بدك تقرا اسم المستخدم صالح يدعم فقط الحروف الانجليزيه راح اذا بدك تقرا اقرا، اذا بدك عادي يا اخوان. واضغط على الحساب على سيف وضع اذا بالاتصال. عندي حساب يا اخوان فراح احذفه، تمام. بعدين اضغط عوده وكذا سويت حساب. وثاني شيء يا اخوان بدي اوريكم كيف تنزلوا المودات. يعني معني انا منزل كيف كثير مودات يا اخوان، تقريبا لي 300 مود او مدري كم منزل من مود يا اخوان في ذا الفيديو او في ذا الموقع يعني، او ذا اللعبة يعني، تمام يا اخوان. فهو اول شيء اختار الاصدار، يعني انا راح اختار 1.12.2 يا اخوان، هو يا اخوان الاصدار. بعدين راح اختار يعني اختار فورج او فابريك يا اخوي. اذا انت تلعب فورج اختار فورج، اذا انت تلعب فابريك اختار فابريك. انا راح العب فورج، فاضغط تمام يا اخوان. بعدين اضغط بحث، تمام. بعدين راح يطلع لك كل المودات يا اخوان، ما راح يخلي لك ولا مود، حرفيا كل المودات اللي في الاصدار ذا. راح يطلع لك مود المساعدة يا اخوان، في اشي مرة اسطوري ذا. تمام يا اخوان. وراح اختار انا ذا المود الكاميرا الرابعة يا اخوان، اضغط عليه وراح تختار الاصدار. انا راح اختار الاصدار 1.12.2 يعني زي كل باقي الاصدارات يا اخوان. هو اضغط عليه، بعدين اضغط الاصدار الاول، بعدين اضغط تأكيد وراح ينزل على طول في المود. راح يذهب فقط الى المود يا اخوان، انت فقط ادخل لعبة ايزي. كمان راح ننزل حزم، ما راح ننزل لاني هاتفي ضعيف يا اخوان. اذا كان هاتفك قوي نزل، اذا كان هاتفك ضعيف لا تنزل يا اخوان. اذا كان هاتفك فوق 6 رامات نزل، اذا كان هاتفك 4 رامات 5 رامات يعني مود باك يعني خفيف. انا هاتفي 3 رامات يا اخوان. شوفوا هذا مود دريم كرافت، هذا هو مود دريم كرافت يا اخوان. شوفوا كيف اشي مرة اسطوري. اوكي جيت انزله، تمام يا اخوان. وبعدين نذهب الى تنزيل حزم المورد او الريسوس باك. كما قلت لكم في البداية اختار اي اصدار انت حابه. انا راح اختار 1.12.2 يا اخوان، تمام يا اخوان. راح اختار ذا الاصدار 1.12.2. بعدين اضغط بحث، هو بحث عن الاسم، بعدين راح يطلع لك كل المودات يا اخوان. مثلا راح اختار مود يا اخوان. اي مود راح اختار مود؟ يب هذا مثل مصطفى جيم اوفر اللي كان يستعملها في هارد لايف. يب هذاك المود اللي كان يستعملها في هارد لايف يا اخوان. راح اختار على نفس الاصدار 1.12.2 يا اخوان زي قبل يعني. وبعدين اختار الاصدار الاول، بضغط تأكيد وراح ينزل على طول في المتبع. اما تنزيل حزم العوالم، تنزيل العوالم يا اخوان، راح نختار زي ما قلت لكم من قبل، اختار الاصدار يعني. وهذا كل المودات يا اخوان او العوالم يعني، مثل وان بلوك، لاكي بلوك، سكاي بلوك، حرفيا اي شيء. مثلا راح اختار الاصدار يعني يا اخوان، راح اختار الاصدار. وبعدين راح انزل يعني سكاي بلوك، لانه في ذا الاصدار فقط في سكاي بلوك. او في هون وان بلوك. اوكي لا هذه بيدروك بلوك يا اخوان، تمام يا اخوان. راح اختار وان سكاي بلوك هاي. اوكي وجدتها. دقيقة بس يا اخوان، ها هي يا اخوان سكاي بلوك. ضغط على اول اصدار هاي سكاي بلوك هاي. شوفوا كيف
اضغط على اول وحدة وبعدين اضغط على هون. التأكيد وراح تنزل لك على طول في الريسوس في العوالم، يعني راح تذهب الى العوالم حرفيا على طول. راح اوريكم الان كيف بعد ما اوريكم الشادرز. يعني يا اخوان الان ننتقل الى الشادرز. الشادرز يعني في كثير اشياء يا اخوان. لو كان هاتفك 5 رامات ولو 4 رامات يا اخوان راح يكون تشغيل شادر، يعني تشغل شادر يعني ضعيف. بس لو كان 3 رامات 2 رامات فقط العب بس ما تشغل شادر. الآن يا إخوة راح أوريكم وين أتت ذلك المود باك أو العالم، يعني هو سكاي بلوك. تمام يا إخوة، اضغط على ماينكرافت وبعدين نزل لتحت واضغط على فيديو وبعدين اضغط على فورج بعدين نزل لتحت حتى تجي تبع العوالم. وين هي يا إخوان؟ راح أنزل حتى أجي تبع العوالم. أوكي هي هاي، اضغط عليها يا إخوان بعدين ابقى تبحث على العالم حقك. وينه اوكي ها هو سكاي بلوك 3.007 يا اخوان. هذا هو راح يجي مفتوح، فقط انت تدخل على طول. لا اشي مرة اسطوري ذا تطبيق يا اخوان. وهذا اضغط بدء اللعب يا اخوان عشان تدخل في اللعبة يا اخوان. راح تنتظر حتى تدخل، ما راح تطول كثير، يعني لو كان هاتفك جدا قوي راح تدخل على طول، ما راح تنتظر حرفيا. فانا راح انتظر شويتين يعني. وكذا يا اخوان دخلنا. انت فقط تدخل على العوالم راح تجده اول واحد او اخر واحد، يعني انت ابحث في عوالمك راح تجده. تمام يا اخوان، كذا دخلنا الى سكاي بلوك او يعني سكاي بلوك. وهذا هو المود الاول يا اخوان، مود الكاميرا الرابعة. شوفوا كيف، ما ادري ليش في لاج، بس يعني ما راح يجيني لاج. ما ادري ليش هو جاني لاج هون. بس هو ذا هو مود سكاي بلوك يا اخوان، شوفوا كيف. وهذا مود هو المود يعني الرابع. وراح نروح نشوف الريسوس باك. ها هو ريسوس باك مصطفى جيم اوفر. اوكي اضغط عليه. راح نرجع قبل سكان يا اخوان وراح نضغط ديكست يا اخوان، هضغط دون. بعدين شوفوا كيف يا اخوان، واخيرا تركب. شوفوا كيف، شوفوا حرفيا يشبه 1,000,000% يا اخوان. شوفوا كيف، شوفوا السيف يا اخوان، شوفوا السيف اشي مرة اسطوري يا اخوان. تقولوا لي بشتغل لنا ولا شيء يا اخوان؟ اذا ما اشتغل لك ولا شيء من كل ذات الشرح فاضيفه في هاتفك وليس في التطبيق يعني. شوفوا كيف، شوفوا البلوكات، شوفوا كيف. والله ما راح تمل حرفيا. تقريبا اللي انا منزل 300 مود يا اخوان، اشي مرة اسطوري يا اخوان. بس يا اخوان في شغلة مرة بسيطة ودي اقولها. اللي هاتفه فوق 5 رامات يقدر يشغل شادرز. يب، فقط لو كان 4 رامات راح يشغلوا، بس يعني راح يكون في لاج. انا 3 رامات وما قدرت اشغل الشادر، حاولت. ومود الصوديوم يا اخوان كمان يشتغل على 4 رامات كمان. فقط نزل مود الصوديوم وادخل. اذا ما اشتغل لك فالهاتف هاتفك تعبان او مدري ايش. المهم انا حاولت اشغل الصوديوم لم يشتغل لي، لاني هاتفي 3 رامات ومدري ايش. وحاولت تقريبا لي فوق 7 ايام وانا احاول اشغل الصوديوم يا اخوان، وما قدرت اني اشغله يا اخوان. فاذا كان هاتفك فوق 5 رامات تقدر تشغله عادي. اذا ما اشتغل معك فهاتفك مدري ايش بمصاب في فيروس كورونا يا اخوان، مدري ايش. وبس يا اخوان كون وصلنا الفيديو. نتمنى الفيديو اذا عجبكم واستفدتم يعني لو شوي. وبس لا تنسى اللايك والاشتراك. 2000 مشترك.